270 دينارا مقابل 1 يورو هو سعر صرف الدينار في السوق الموازية، غير أن سعر الصرف الرسمي مختلف تماما، إذ بلغ سعر صرف 1 يورو 150 دينار. تباين كبير بين السوقين بلغ أزيد من 80%، وهي أعلى نسبة بلغها سعر الصرف بين السوق الرسمية ونظيرتها الموازية في تاريخ البلاد، كما أنها تبقى مرشحة للارتفاع مستقبلا رغم الإجراءات الحكومية لكبح هذا المنح التصاعدي. الدينار تسببنا في انزلاقه، قرض داخلي ولا خارجي في جميع الأحوال راهو قرض، وبالتالي التعامل معه على أنها ظاهرة كيفاش نقول حنايا بسيطة ولا مر الكرام، هذا خطأ جوهري في التحليل وخطأ فلسفي جوهري، لأن في جميع الأحوال زيادة طبع النقود هي انهيار لقيمة العملة، وهي هروب للمستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وبالتالي العملات الأجنبية القوية والذهب على العموم. تهاوي الدينار مقابل اليورو في السوق السوداء أرجعه الخبراء إلى ارتفاع الدين الداخلي من خلال مواصلة طبع الأموال وتزايد الإنفاق العام بشكل كبير. هذا التهاوي نجمت عنه تأثيرات سلبية حتى على سوق العمل، إذ أصبحت المرتبات لا تتماشى والقدرة الشرائية للعمال. البارح نحكي مع مسؤولين ما لقاوش حارس ليلي، وبورتون كاين اثمان، كاين ناس تدفع امواليتو، عادوا مسؤولين تاع شركات يباتوا في برواتهم باسكو ما كانش خدام. راح تقول لي علاه ما يخلصهمش مليح؟ لا ماشي خلاص اللي مشي مليح، العمله ضعيفه، العملة تتضاعف يوم بعد يوم. امال تعطي لها 5 ملايين و6 ملايين كان يقضي بها ويعيش بها، درك 4 ملايين يقول لك ما ندير بها والو، نريح في داري ونجيبها لوكاسيون شوماج وما نخدم لكمش. استقرار أسعار صرف الدينار مقابل اليورو في الأسواق الرسمية وتدهوره في السوق السوداء بفارق كبير يعود كذلك إلى تأخر انطلاق مكاتب الصرف المرخصة رغم صدور النصوص القانونية، خاصة وأن انطلاقها أصبح ضرورة اقتصادية ملحة لضبط سوق العملة وتعزيز ثقة المتعاملين في النظام المالي الوطني. وأملنا يبدأ من أبسط التفاصيل. إذا كنتم مهتمين بمحتوى توعوي مثل هذا أو تحبون تصلكم أحدث الأخبار والترندات في الجزائر والعالم العربي، ما تنساوش تدعمونا، اشتركوا في القناة، اضغطوا لايك وشاركوا رأيكم في التعليقات حتى نواصل تقديم محتوى مفيد محترم وهادف. دمتم سالمين، وإلى اللقاء في فيديو جديد.